السلام عليكم. أنا آية في قناة لمسة كروشيه. هنتعلم النهاردة مع بعض غرزة الحشو واختصارها في الباترونات، لأن في ناس بتحب تقرأ الباترون وبتشتغل بالباترون SC. النهاردة إن شاء الله هعلمكم غرزة الحشو، هنعملها مع بعض. هنعمل عقدة بداية. أنا الفيديوهات اللي فاتت شرحة فيها عقدة البداية، اللي مش يعني أول حد لو لسه انت بتتفرجي عليا فارجعي للفيديوهات القديمة هتلاقي فيها عقدة البداية، بس أنا برضو هعملها معاكم علشان خاطر لو انت مش حابة ترجعي وكده للفيديو. احنا قلنا احنا نجيب صباعنا الاتنين دول هنلف عليها لفتين، هناخد الإبرة كده. دي عقدة البداية، هنضيقها بس على الإبرة خلاص كده. عقدة البداية سهلة جدا وبسيطة. الفتلة اللي هي الصغيرة احنا قلنا احنا هنسيب مثلا 10 أو 15 سنتي هيبقوا في ايدنا اليمين، وبقية الخيط اللي هو من البقرة في ايدنا الشمال. غرزة الحشو ان شاء الله هنعمل سلاسل، وانا برضو شرحت السلاسل، يعني انا شرحت نعمل ازاي السلاسل في الفيديو قبل كده. ارجعي برضو للفيديوهات وان شاء الله هتلاقيها. بنرتفع مثلا 10 سلاسل، عملنا ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. احنا كده عملنا 10 سلاسل. ال10 سلاسل دول هنعمل عليهم غرزة الحشو. احنا كل شغلنا هيبقى في الباك لوب او في الضلع الخلفي. الضلع الخلفي اللي هو ده، يعني ده الضلع الخلفي، كل ده ضلع خلفي وده ضلع امامي، فاحنا شغلنا كله هيبقى في الضلع الخلفي. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجة الغرزة اللي تحت السلسلة على طول دي مش هنشتغل فيها، يعني دي احنا بنتجاهلها تماما، لان انت لو دخلتي فيها هتطلعي بالخيط. يعني انا هوريكم، انا دخلت هنا مثلا طلعت بالابرة فما ينفعش. اول سلسلة دي انا بتجاهلها تماما ومش هخش فيها. بنخش على السلسلة اللي بعدها. بنعمل ايه؟ الابرة بتاعتنا وبنخش في الباك لوب اللي هو الضلع الخلفي كده. دخلت الابرة دخلتها في الضلع الخلفي كده. هعمل ايه؟ هاخد الفتلة بتاعتي او هلف الخيط على الابرة كده وهسحبه من نفس الغرزة اللي انا دخلت منها. هيبقى معايا ضلعين على الابرة. تاني، انا دخلت في الضلع الخلفي كده وسحبت الخيط بالابرة اللي هو الخيط اللي على ايدي على صبعي في السبابة هنا. رفعت كده بقى عندي ضلعين على الابرة. هلف هاخد الخيط بالسنارة كده واطلع منهم هما الاتنين كده، تكون عندي اول غرزة حشو. هعملها تاني. هاخد الابرة ادخلها في الغرزة اللي بعدها اللي هو الضلع الخلفي اللي بعدها. هسحب بالخيط اهو، سحبت الخيط اهو بالابرة، طلعت فيه بيه من نفس الفتحة اللي هي نفس الغرزة. بقى عندي ضلعين على الابرة لازم نتأكد منهم. هسحب الخيط واطلع منهم هما الاتنين، بقى كده عندي غرزتين كده، 2 حشو. تاني لازم نتأكد من حاجة كمان، ان انت ممكن غصب عنك الخيط يلف منك كده، فانت كده هتشتغلي ازاي؟ هتشتغلي غلط. لازم تبقى متأكد، لان انت عندك من ورا هنا اللي هو الكيرفات اللي هي الظهر الغرزة، انت لازم تتأكدي وانت بتشتغلي ان انت السلسلة بتاعتك مفرودة كده على ايديكي. هتخش انك في الباك لوب هنا في الضلع الخلفي تبقى متأكدة ان هي مظبوطة. هتخشي بالإبرة كده في الضلع الخلفي كده اللي هو الضلع الخلفي اهو، شايفينه؟ هتخشي بس فيه، هتشدي كده بالسنارة كده، تشدي الخيط هتطلعي بيه كده لفوق. هيبقى عندك ضلعين على الإبرة لازم يكونوا واضحين، لان لو ما عندكيش ضلعين يبقى انت كده ما سحبتيش الخيط اللي هو في السبابة اهو، وهتتشديه وتطلعي بيهم هما الاتنين. انت كده كونتي
غرزة الحشو. تاني تخشي في الضلع الخلفي كده، تسحبي بالإبرة، سحبت الخيط من على صبعي، طلعت بيه لفوق اهو، بس انا ماسكه هنا الشغل عشان اتحكم فيه اكتر. شديت يعني انا لفيت الخيط اهو على الابره، شديته كده بالسناره وطلعت بيه هما الاتنين، طلعت من الضلعين اللي كانوا على الابره. هي بسيطه جدا وسهله، ومعرفتيش تعمليها اتفرجي على الفيديو تاني وبالراحه، يعني سهله جدا وهتعرفي تعمليها ان شاء الله. نفس الكلام هخش في الضلع الخلفي، هسحب، هطلع لفوق كده، هيبقى عندي ضلعين، هسحب واطلع بقى كده كونت الغرزة. تاني هخش في الضلع الخلفي اهو، هسحب الخيط من على السبابة، هطلع بيه لفوق، بقى عندي ضلعين، هسحب من الضلعين دول واطلع لبره، هيبقى معايا غرزة، هيبقى معايا فتلة واحدة اهو. هكذا برضو نفس الكلام، هخش في الضلع الخلفي، هسحب الخيط، هطلع لفوق كده واسحب الخيط تاني من الضلعين اللي على الابرة، هيتبقى معايا ايه فتلة واحدة كده. هخش تاني في الضلع الخلفي كده، هسحب، هطلع لفوق اهو. تمام كده. هاجي هنا لاخر غرزة، ممكن انتي تفتكريها عقدة بداية وممكن تتلخبطي. طب لو انتي اتلخبطتي وجيتي تعملي الدور اللي هو السطر التاني ونسيتيها، لازم ترجعي لها تاني. يعني هي ممكن في الاول ما تاخديش بالك منها، بس انتي لازما يعني تبقي مركزة قوي ليها. هتخشي فيها اهو في الضلع الخلفي كده، وهتسحبي، هتطلعي منها ثواني لان هي رابطة على مضيقة قوي اهو. هنا الخيط فتل على فكرة، ودي حاجة لازم تاخدي بالك منها برضو، هتكلم عنها دلوقتي بس ما اعمل اخر غرزة اهو. طلعت منها، سحبت الخيط. هتكلم على كذا نقطة الاول وبعد كده اكمل، اللي هم مثلا زي اللي حصل دلوقتي ان الخيط فتل مني. ما ينفعش ان الخيط يفتل وانت تكملي شغل، لان انت لو كملتي شغل والخيط فتل، الشكل العام للقطعة مش هيبقى كويس، والخيط لما يفتل منك مش هيكمل معاكي بنفس الشكل ومش هيبقى لطيف خالص. وفي حاجة كمان هقولها، ان الحلقتين زي ما انا قلتلكوا، يعني هرجع هنا بس اوريكوا برضو حاجة. انا قلتلكوا ان لازم الحلقتين يكونوا على الابرة، لان انا قلتلك لما نخش هنا في الضلع الخلفي لازم يكون في حلقتين على الابرة كده، انت شغلك تمام ماشي صح. ولازما ايدك تكون مرتاحة، يعني الابرة بتاعتي داخلة خارجة داخلة خارجة، بسيطة، مش مضيقة ايدي وحاسة ان في يعني شغل رخم كده، لا، وسعي وخلي ايدك مرتاحة جدا وما تستعجليش، انت لسه في الاول، يعني براحتك خالص. دي حاجة. الحاجة التانية انك انت لازم تكوني ماسكة الابرة صح، وشها ليك، يعني السنارة دي وشها ليكي انت، عايزة تمسكيها كده عايزة تمسكيها كده، امسكيها المسكة اللي تريحك، المهم تكوني انت ايدك مرتاحة وانت بتشتغلي. وفي كمان حاجة، انا دلوقتي بشرح لكم ان احنا بنعمل غرزة الحشو ازاي وبنخش ازاي في الضلع الخلفي. انا جايبه لكم طريقه مبسطه وسهله، لكن هو في الاصل الشغل الاساسي بتاعها ان انت وانت بتخشي في الضلع الخلفي في هنا كيرف اهو بتاخديه معاكي، فبيبقى معاكي الضلع الخلفي والكيرف بتاع السلسله، بتخشي بيه وبتطلعي بهم هما الاتنين، وبتاخدي ايه، بعد ما بيبقى معاكي الضلعين على الابره بتسحبي وتطلعي. هي ايه الفرق؟ هي بتدي شكل احسن وفي نفس الوقت بتضيق المسافات، يعني هي كويسه، بس انتي ما تعمليش كده دلوقتي. انتي خليكي زي ما انا قلت، خشي في الضلع الخلفي بس لحد ما ايدك تتعود، وبعد كده هتلاقي نفسك انتي اصلا لما تدخلي فيها في الكيرف هتقولي ده شكلها احسن، فهتكملي بيها، بس كده ينفع وكده ينفع. خلاص عملتي كده،
خلاص انا دخلت اهو في الغرزة الاخيرة اهو طلعت. طيب دلوقتي في حاجة، انا عملت 10 سلاسل، وانا هنا عديت الغرزة الاولانية علشان خاطر قلتلكوا ووريتكوا ان انا لو دخلت فيها هي مش هتظبط. طيب بتعدي، هما لو 10 هيبقوا 9 لان احنا عدينا غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 والتاسعة اهي. يبقى انت كده شغالة صح، مع ان عاملين 10 سلاسل واحنا قلنا عدينا سلسلة في الاول. طيب عموما اي شغل واي غرزة لما بتيجي تشتغلي بتعملي ايه؟ خلصتي اول سطر لازم نرتفع سلسلة. بعد ما بترتفعي سلسلة بتلفي الشغل. ما انت هتشتغلي كده ازاي؟ لازم تلفي الشغل. بتلفيه ازاي؟ هو كده اهو، انت كنت شغالة كده بتلفيه شوي كده بس اهو لفيت الشغل. طب بعد ما الف الشغل هخش في اول سلسلة تقابلني. طب هي فين اول سلسلة وانا بالفعل لسه مرتفعة سلسلة؟ اول سلسلة هنا هي اخر سلسلة في السطر اللي فات اللي هو السطر الاول. يعني هي اول سلسلة هتقابلك هي اخر سلسلة. طيب انت بتعملي ايه بقى؟ بتخشي في اول اللي هو شفتي هو يعني في فرق اهو واضح، الدايرة الصغننة دي بتخشي فيها. فلما تخشي فيها ايه اللي يعرفك ان انت داخلة صح؟ عندك حرف في على الابرة. حرف الفي اهو باين، ضلعين، ضلع امامي وضلع خلفي. انا ماليش دعوة بالضلع اللي هو الفتلة اللي احنا دخلنا بيها على الابرة. انا بتكلم على المكان اللي احنا دخلنا فيه. احنا بالفعل عندنا هنا فتلة على الابرة خيط اهو. نعمل ايه بقى؟ هنخش في حرف تحت حرف الفي اللي هو هنا اصلا، هنا الدايرة باينة اهي. هنخش تحت حرف الفي كده، ملناش دعوة بالفتلة اللي هي اللي هنا على الابرة، لان احنا بالفعل هنخش هنا كده تحت حرف الفي. ولازم نتأكد ان حرف الفي اللي هو الضلع الامامي والخلفي على الابرة. هنعمل ايه؟ السنارة وشها لينا، هنسحب الخيط ونطلع من الغرزة. هيبقى عندنا هنا ضلعين على الابرة وايدك تكون مرتاحة. هتسحبي، او مش عايزة انت مش عارفة تسحبي، لف انت الخيط بصبعك كده بالسبابة كده واسحبي واطلعي. بقى كده معاكي فتلة واحدة على الابرة. تاني هي الدايرة باينة اهي، هي صغيرة بس اهي مع ايدك مرتاحة. هتخشي تحت حرف الفي اللي هو تحت السلسلة. تتأكدي ان انت معاكي هنا ضلعين على الابرة، وزي ما قلت ماليش دعوة بالفتلة الاولانية اللي هي اصلا السلسلة. هتسحبي وتطلعي بالراحة خالص كده، معاكي هنا ضلعين، تسحبي وتطلعي. معاكي ضلع واحد تاني، هنخش تحت الضلعين، نتأكد ان انت معاكي الضلع الامامي والخلفي وتسحبي. امسكي الشغل بايدك هنا كده واطلعي من نفس الغرزة، من نفس تحت الضلعين، واسحبي الخيط واطلعي من الضلعين اللي على الابرة. هيبقى معاكي فتلة واحدة اللي انت بتتحكمي فيها بالسبابة كده. شدتي كده اهو، بقت ايدك مرتاحة. وما تشديش، ما تشديش علشان خاطر الشغل مش هيبقى مظبوط، وفي نفس الوقت مش هتعرفي تشتغلي. وعايزة برضو اوضح حاجة، لو الخيط فتل منك فكي. يعني هخش هنا تحت الضلعين، هسحب واطلع، معايا هنا ضلعين على الابرة، هسحب واطلع من الضلعين، بقى معايا فتلة واحدة ضلع واحد. هخش تاني هنا تحت الضلعين اهو، معاك الضلعين امامي وخلفي. هطلع من نفس الدايرة اللي انا كنت فيها او تحت الضلعين او الغرزة حسب بقى ما هتسميها، واطلعي. بقى معاكي غرزة واحدة. هخش تاني وهسحب وهطلع نفس الكلام. هخش تحت الضلعين، امسكيهم حتى عشان تبقي متمكنة اكتر، وشدي الخيط واطلعي كده من الضلعين. هتخش تحت الضلعين وهسحب الخيط. مش عارفة تسحبي الخيط بايدك، انت لفي الخيط بصبع الابرة اهي. انت مش عارفة تسحبي الخيط بالابرة كده بالسنارة، لفي انت صبعك اللي هو السبابة اللي بتحكم اصلا في الخيط، لفيه على الابرة. هيبقى تحت السنارة، شديه
ووسعي الشغل على نفسك. هيبقى معاكي ضلعين، لفي صبعك او اسحاب لفي انتي الابرة، يا اما تلفي بصبعك اللي يريحك واطلعي من الضلعين. عايزة تمسكي الابرة زي القلم، عايزة تمسكيها كده زي الشوكة، امسكيها زي ما تمسكيها، بس هي الفكرة في انك تبقي ماسكة صح عشان تعرفي تشتغلي. اهم حاجة ما ننساش الغرزة الاخيرة، لان الغرزة الاخيرة دي انت دلوقتي اي غرزة واي قطعة، اي شغل واي قطعة احنا المفروض هنرتفع سلسلة زي ما ارتفعنا سلسلة في اول السطر. الغرزة دي ما تعتبرهاش ان هي، لان هي حرف في، احنا بنخش تحت حرف الفي. في هنا برضو حرف في اللي هو السلسلة اللي احنا ارتفعناها، عشان قلنا لما لازم السطر اخره نرتفع سلسلة ونطلع. فاهي ما تنسيهاش، هتسحبي كده وهتطلعي كده. انت عملتي سطرين. طب انا دلوقتي عايزة اتأكد انا شغالة صح، انا ماشية صح. هنعد الشغل. طب احنا هنعد الشغل ازاي؟ هنعده هنا من الباكلوب، هنا من الضلع الخلفي من على الجنب هنا. هتعدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انا كنت ارتفعت 10 سلاسل، عملت 10 سلاسل، واحنا لازما بنعدي اول سلسلة تحت الابرة، ما ينفعش الشغل فيها. فيبقى معاكي الشغل كام غرزة؟ 9 غرز. هنرتفع سلسلة، هنلف الشغل، لان غرزة الحشو او اي شغل عموما انت لما تيجي تلفيه، انت دلوقتي شغالة كده، طب انت لما تيجي تشتغلي هتشتغلي ازاي؟ لازم تلفي الشغل. طب انت دلوقتي هتلفي الشغل وهنشتغل فين؟ في اول غرزة اللي هي كانت اخر غرزة بالفعل من السطر اللي قبله. هنسحب وهنطلع. طب انا كنت عايزة اقول حاجة، ان انت لازم ايدك تكون مستريحة، ما تشديش الخيط وتضيقي على نفسك، انت لسه في البداية. استريحي جدا وبراحتك خالص. ولازما يكون في، لما انت بتخشي هنا عشان تعملي الغرزة الحشو اللي بعدها بتخشي تحت الضلعين، لازما يكون في على الابرة ضلعين. ولما تسحبي الخيط وتطلعي بيه لفوق، لازما يكون معاكي ضلعين على الابرة، وتطلعي كده بقى معاكي ضلع واحد. خلاص انا كده عملتها معاكو سطرين، وهعمل معاكو كمان سطرين، لان هو كده شكلها اصلا مش باين. يعني انت دلوقتي فين الغرزة؟ شكلها مش باين. هعمل معاكو سطرين 3 علشان خاطر بس تشوفوا شكلها عامل ازاي وتحسوا بالغرزة. وبعدين الغرزة دي غرزة اساسية، بناء عليها بتعمل شغل كتير، جواكت، بلوزات، شنط. وهي بتنفع في شنط كتير جدا، يعني الناس اللي بتحب تشتغل شنط وبتحب تشتغل بلوزات، فالغرزة دي اساسية. اهو بدخل تحت حرف الفي وبتجاهل خالص خالص الفتلة دي، بتجاهلها ملهاش دعوة بيها. بدخل اهو تحت حرف الفي، بسحب بالسنارة، بطلع غرزة واحدة. الخيط لو فتل فكي، ما تقوليش بقى انا اشتغلت خلاص هكسل، لا فكي عشان نطلع معاكي قطعة شكلها كويس. وبرضو ناخد بالنا من السلسلة الاخيرة، هي بتبقى يعني ضيقة شوية بس تمام. اطلعي منها كده، نرتفع سلسلة، هنلف الشغل، هنخش تحت اول سلسلة تحت حرف الفي، هسحب واطلع، بقى معايا فتلة واحدة. هخش تحت حرف الفي، هرتفع لفوق. حاجات بسيطة يعني ما بتكملش 3-4 ملي السحبة بتاعتك، وانت بتتحكمي في السحبة في صبعك، بصبعك السبابة اهو. يعني انت بتتحكمي، شايفة اهو. هندخل تحت حرف الفي، عايزة تلفي الابرة وتسحبي الخيط تمام، عايزة تحطي يعني صبعك انت اللي تلفي بيه الخيط، اوكي اللي يريحك. اهم حاجة يبقى تحت حرف الفي، ده المهم. هي الغرزة حلوة جدا وجميلة وسهلة، واعمليها مرة واتنين وارجعي فكي، واعمليها كمان مرة واتنين وارجعي فكي، مفيش اي مشكلة. اشتغليها كذا مرة بأي عدد مش فارقة، لحد بس ما تتعلميها وتعمليها صح، تتقنيها، تمسكي الإبرة كويس، تشتغليها كويس. لو اتلخبطتي في غرزة السلسلة أو عقدة البداية
او حتى ازاي سمك الخيط احدد له الابرة، تعملي ايه؟ ترجعي للفيديوهات اللي قبل كده. وانا برضو عملت معاكم عقدة البداية في الاول. انا دلوقتي بعمل معاكم كذا سطر، يعني ده بتهيألي الخامس، علشان بس اوضح لكم شكلها بقى عامل ايه في الاخر. وطبعا حاولت اجيب لكم خيط يكون فيه الغرز واضحة. انا هنا بس هقفل بسلسلة على الشغل بتاعي عشان ما يفكش، او اشرح لكم بس حاجات بسيطة خالص. هي القطعة اهي. عملنا ايه؟ ارتفعنا عدد سلاسل. انا ارتفعت 10 سلاسل معاكم. ال10 سلاسل دول بنتفادى اول سلسلة على الابرة، يبقى باقي معانا 9. عملت فيهم الحشو. اول سطر انا بخش في الباك لوب اللي هو الضلع الخلفي، وبطلع عادي بالابره او السناره زي ما هتسميها. وبعدين بشد بقى الفتلتين بيبقوا على الابره، وبسحب الضلع بسحب فتله على الضلعين دول، واطلع بفتله واحده زي ما شرحتها لكم. السطر عشان ارتفع للسطر التاني برتفع سلسله. السلسله دي ملهاش علاقه بعدد الشغل، مش داخله اصلا في عدد الشغل. عملت معاكم كذا سطر، وان شاء الله يكون الدنيا واضحه، وان شاء الله يعني تعرفي تشتغليها. واغلطي وترجعي تعلمي تاني، واغلطي وتعلمي، وهرجعي يعني كرري الفيديو مرة واتنين لحد ما تبقى كويسة معاكي. ان شاء الله يا رب الشرح يكون واضح وتكونوا استفدتوا. ولو في اي اسئلة او استفسار اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. واشوفكم في فيديو قريب. طبعا هيبقى في سلسلة تعليمية للغرز، وبجانبها برضو هيبقى في شغل تاني. يعني ان شاء الله الفيديو الجاي بجهزه دلوقتي للقاعدة البيضاوية. هتبقى في قاعدة مربعة وقاعدة بيضاوية، وطبعا دول بينفعوا جدا في الشنط، وان شاء الله هنزلها لكم قريب. انتظروني. فضلا اشترك في القناة.